مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في هذا العدد الجديد غادي نحاولوا أننا نقربكم من مباريات ومواجهات دور 16 بعد إصدار الاستدارة عن دور المجموعات. أكيد أن في هذه الحلقة سنحاول توقع المنتخبات الثمان التي بإمكانها أن تتأهل إلى دور المجموعات. مواجهة المنتخب المغربي غادي نخليوها حتى الآخر، يعني غادي نبداو بالمواجهات. المواجهة الأولى اللي غتجمع بين أنغولا ومنتخب ناميبيا. مواجهة هذه المواجهة الرابعة بين المنتخبان. منتخب أنغولا يعني مفاجأة من بين مفاجآت هذه الدورة، تصدر المجموعة أمام خيول بوركينا فاسو وكذلك ثعالب الصحراء المنتخب الجزائري، إضافة إلى المنتخب الموريتاني وناميبيا الذي كان أحدث مفاجأة بإسقاطه نسور قرطاج في المباراة الأولى، وحقق الانتصار الأول تاريخيا لهذا المنتخب. منتخب ناميبيا سبق كما قلت كانت هناك مواجهات سابقة، 3 مواجهات انتهت كلها بنتيجة التعادل، ومن بينها مواجهة في نهائيات كأس إفريقيا 98 وانتهت بنتيجة تعادل 3 أهداف في كل شبكة. الكفة تميل إلى منتخب أنغولا نظير ما قدمه في المجموعة، في دور المجموعات، وكان في مجموعة صعبة و خالف كل التوقعات وتأهل كبطل لهذه المجموعة بقيادة مابولول وكذلك نضالا لاعب الوكر القطري وعدة أسماء مميزة بالنسبة للمنتخب أنغولا. لذلك أرشح كفة المنتخب الأنغولي على كفة منتخب ناميبيا. المواجهة الثانية ستجمع بين منتخب مواجهة تاريخية وبحمولة تاريخية بين منتخب نسور نيجيريا وأسود الكاميرون، أسود الغير المروضة. 6 مواجهات سابقة وجمعت المنتخبان معا في نهائيات كأس إفريقيا، كان فيها الانتصار للكاميرون في مناسبتين ونيجيريا في مناسبتين، وكذلك التعادل كان سيد الموقف في مناسبتين، لكن مع تسجيل تعادل في نهائي سنة 2000 وكانت الغلبة للمنتخب الكاميروني بضربات الترجيح. المنتخب الكاميروني اللي حقق 3 ألقاب على حساب منتخب نيجيريا. هنا يتضح الحمولة التاريخية لهذه المواجهة، وتاريخيا كانت الكفة تميل بالنسبة للمنتخب الكاميروني، لكن الواقع والحاضر شيء آخر. المنتخبان معا لم يظهر بالشكل المطلوب وبالصورة التي عاهدناها على نسور نيجيريا وكذلك منتخب الكاميرون، لكن الأفضلية ربما تميل والكفة تميل نوعا ما إلى منتخب نيجيريا بالنظر إلى الأسماء التي يتوفر عليها المنتخب النيجيري وكذلك المردود الذي قدمه في الدور المجموعات. ولو أن كما قلت الأمر أن الأداء بالنسبة للمنتخبان لم يرقى إلى مستوى التطلعات وطموحات الجماهير الكاميرونية والنيجيرية، إلا أنني أرشح منتخب نيجيريا للمرور إلى الدور المقبل على حساب المنتخب الكاميروني. هذا فيما يخص المواجهة الثانية. المواجهة الثالثة بين مفاجأة الدورة غينيا الاستوائية الذي تصدر المنتخب الذي تصدر المجموعة الأولى على حساب منتخبات عديدة كمنتخب كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور، ومنتخب نيجيريا، إضافة إلى منتخب غينيا بيساو. المنتخب غينيا الاستوائية لم ينهزم من بين المنتخبات التي لم تنهزم في هذه الدورة، وقدم مردود جيد بقيادة نسوي الهداف هذه الدورة إلى حدود الساعة. سيواجه منتخب غينيا كوناكري لأول مرة. هي مواجهة ستحدث لأول مرة في تاريخ هذه المسابقة بين المنتخب غينيا كوناكري وغينيا بيساو. ربما الكفة متوازنة بين المنتخبان معا، لكن أرشح كفة منتخب غينيا الاستوائية نظير ما قدمه في دور المجموعات لمواصلة التوهج ومواصلة تسلق المراتب أملا في
معادلة الإنجاز الذي حققه سنة 2015 بملاعبه آنذاك حينما أقيمت المسابقة بغينيا الاستوائية. لذلك أرشح زملاء نسوي للظفر ببطاقة التأهل في هذه المجموعة المباراة، ولو على حساب منتخب غينيا الذي يتوفر على لو قارنا اللاعبين فردية اللاعبين، منتخب غينيا كوناكري يتفوق على منتخب غينيا الاستوائية، لكن كمجموعة منتخب غينيا الاستوائية قادر على تجاوز منتخب غينيا كوناكري. المجموعة أو المباراة الموالية، المباراة الرابعة، ستجمع بين منتخب مصر الذي تأهل ب3 تعادلات ومنتخب غينيا منتخب الكونغو الديمقراطية، المنتخب الذي واجه المنتخب المغربي وتأهل كوصيف للمجموعة التي المجموعة السادسة خلف المنتخب الوطني المغربي. والمنتخب المصري ب3 تعادلات جاء وصيفا للمجموعة الثانية خلف منتخب الرأس الأخضر. منتخب مصري بعد الإصابات التي ضربت المنتخب المصري وريو فيتوريا وتشكيلة ريو فيتوريا المنتخب البرتغالي سيصطدم بمنتخب شرس، منتخب قوي بدنيا، منتخب عذب كثيرا المنتخب المغربي في المواجهة التي واجه كانت في دور المجموعات بقيادة مدرب دو صابر الذي يعرف كرة شمال إفريقيا والمنتخبات شمال إفريقيا جيدا. أتوقع أن المنتخب المصري بإصابة الشناوي وكذلك محمد صلاح أحد ركائز المنتخب المصري، أسماء أسماء كبيرة بالنسبة للمنتخب المصري، محمد الشناوي كحارس وكذلك محمد صلاح كلاعب وركيزة أساسية بالنسبة للمنتخب المصري. ولو أن البعض يعتبر أن محمد صلاح وغياب محمد صلاح أكيد أنه سيكون سيصب في مصلحة المجموعة بالنسبة للمنتخب المصري، إلا أنني أرى أن مثل هذه المباريات تحتاج إلى لاعبين من طينة محمد صلاح. لذلك تبدو مهمة المنتخب المصري معقدة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية الشرس. بدنيا التفوق سيكون بالنسبة لمنتخب الكونغو الديمقراطية، لذلك أرجح كافة منتخب الكونغو الديمقراطية لتجاوز المنتخب المصري. ولو أن المنتخب المصري له عادة وتقاليد مرتبطة بكأس إفريقيا، وكأس إفريقيا تحب كثيرا المنتخب المصري كما يحب المنتخب المصري، لكن أرجح كافة منتخب الكونغو الديمقراطية لتجاوز المنتخب المصري. المواجهة الخامسة تجمع بين منتخب الكاب فيردي أو الرأس الأخضر ومنتخب موريتانيا. هذه المباراة الثالثة التي ستجمع بين منتخب موريتانيا ومنتخب الرأس الأخضر. التفوق التاريخي بالنسبة لمنتخب موريتانيا الذي فاز في مباراة وتعادل في مباراة أخرى كانت بالرأس الأخضر، فاز في موريتانيا وتعادل كانت برسم التصفيات كأس إفريقيا. المنتخب رأس الأخضر تطور كثيرا ومنتخب موريتانيا كذلك تطور كثيرا. مباراة ستجمع بين منتخبان يطمحان للوصول إلى أبعد نقطة خلال هذه الدورة وخلال كأس إفريقيا وتحقيق إنجاز تاريخي لم بالنسبة للمنتخبان معا. المنتخب الموريتاني حقق أول انتصار له في نهائيات كأس إفريقيا كانت على حساب الجزائر بهدف محمد ديلاهي. منتخب الرأس الأخضر حتى كذلك حديث العهد في هذه الكأس وفي في الخريطة الكروية بالنسبة للقارة الإفريقية منتخبات متطورة، لذلك الكافة تبدو متوازنة. ولو أن نظير ما شاهدنا في دور المجموعات الكفة تميل أكثر بالنسبة لمنتخب الرأس الأخضر، لكن تاريخيا المنتخب الموريتاني يعرف التعامل مع مباريات منتخب الرأس الأخضر. رغم ذلك أرشح كافة منتخب الرأس الأخضر وزملاء غاري رودريغيز لتجاوز هذا الدور على حساب منتخب موريتانيا. المباراة السادسة ستجمع بين لقاء حارق بين منتخب السنغال المرشح الأول والأبرز لنيل لقب هذه الدورة أمام منتخب الكوت ديفوار الذي انبعث من جديد بعد ما تمكن المنتخب المغربي من إسقاط زامبيا وتأهل المنتخب
الساحل العاج كأفضل. ثالث بالنسبة للمواجهات يعني التاريخية، يعني بين الفيلة وأسود الترنجة، أكيد التفوق هو بالنسبة للفيلة تاريخيا مواجهتان انتهت لصالح منتخب ساحل العاج على حساب منتخب أسود الترنجة المنتخب السنغالي. لكن في الواقع والحاضر شيء آخر، يعني التفوق واضح بالنسبة لمنتخب السنغال. المنتخب ساحل العاج يتخبط وأقل مدربه مؤخرا بعد الهزيمة القاسية والتاريخية أمام غينيا الاستوائية. لذلك ولو أن المباراة أرشح أن تكون صعبة بالنسبة للمنتخب وامتحان سيكون عسير بالنسبة لمنتخب السنغال، إلا أن يعني الأدوات التي يملكها المنتخب السنغالي تفوق بكثير ما يملكه المنتخب الساحل العاج. أرشح المنتخب السنغالي بصعوبة أمام المنتخب ساحل العاج، وأسطر على كلمة بصعوبة على منتخب ساحل العاج. المنتخب السنغالي سيتأهل في هذه المباراة ما قبل الأخيرة ستجمع بين المنتخب نسور مالي والخيول البوركينابية. المواجهات التاريخية تصب في مصلحة نسور مالي بطبيعة الحال على حساب منتخب الخيول البوركينابية. 7 مواجهات كانت فيها الغلبة لنسور مالي في 6 وتعادل وحيد، ولم يسبق لمنتخب البوركينابي الفوز على المنتخب مالي. هذه المباريات منها رسمية وكذلك منها الودية. يعني المنتخب المالي سجل في مرمى منتخب بوركينا فاسو 12 هدفا و5 أهداف بالنسبة لمنتخب بوركينا فاسو في مرمى المنتخب المالي. مباراة متوازنة إلى حد ما، لكن أرشح المنتخب المالي لمواصلة التألق على حساب المنتخب البوركينابي، ولو أن في السنوات الأخيرة منتخب بوركينا فاسو يعني من المنتخبات التي حافظت على يعني تواجدها في المربع الذهبي في النسختين الأخيرتين، إلا أنني أرشح نصور مالي لمواصلة المشوار على حساب منتخب بوركينا فاسو. نصل إلى المباراة الأخيرة، مباراة المنتخب الوطني المغربي ومنتخب جنوب إفريقيا. تاريخيا لنا يعني ذكريات سيئة بالنسبة للمنتخب أمام منتخب جنوب إفريقيا. إقصاء يعني في النسخة التي نظمتها في واغادوغو في بوركينا فاسو، وكذلك في النسخة التي نظمتها جنوب إفريقيا بقيادة رشيد الطوسي، وكان وليد الركراكي شاهدا على ذلك. كان ضمن الطاقم التقني بالنسبة لرشيد الطوسي آنذاك. والمباراة الأخيرة التي انهزمنا فيها هناك في سوكر سيتي أمام منتخب جنوب إفريقيا، ولو أن العناصر اختلفت وكانت العديد من الغيابات بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي، وكانت المباراة شكلية باعتبار أن المنتخب المغربي آنذاك ضمن التأهل مسبقا إلى نهائيات كأس إفريقيا. لذلك كانت المباراة شكلية بالنسبة للمنتخب المغربي، في حين كانت مهمة بالنسبة للمنتخب جنوب إفريقيا لأنه كان يبحث عن التأهل على حساب منتخب ليبيريا. عموما المباراة نظير ما شاهدته في يعني تابعت مباراة جنوب إفريقيا، لأنني كنت أتوقع بشكل كبير أن منتخب جنوب إفريقيا سيكون لنا الخصم بالنسبة للمنتخب المغربي. لذلك تابعت مبارياته باستثناء مباراة ناميبيا، وناميبيا نعرف مستوى منتخب ناميبيا، وأغلب لاعبي منتخب ناميبيا ينشطون ضمن دوري الجنوب الإفريقي، بقي حتى يعني نجم الفريق شلولي يعني ينشط ضمن يعني منتخب بين ظفرين سان داونز الذي يشكل يعني أغلب لاعبي 7 أو إلى 8 لاعبي منتخب جنوب إفريقيا. لكن الفوارق بين يعني الفوارق الفردية واضحة للعيان. أكيد أن التفوق للمنتخب المغربي، وكذلك هناك بعض النواقص بالنسبة للمنتخب الجنوب إفريقي. يعني أكيد أن وليد الركراكي سيعمل على يعني استغلال هذه النواقص وهذه الفراغات، خصوصا في خط وسط ميدان المنتخب الجنوبي الإفريقي، وتلك الأمور يعني السلبية التي اتضحت جليا في مباراة المنتخب التونسي الذي
كان يعني بالقليل من الحظ كان سيتجاوز المنتخب الجنوب إفريقي، فعل كل شيء إلا التسجيل. لذلك أرشح المنتخب المغربي للمرور على حساب منتخب جنوب إفريقيا، ويعني في هذه المباراة إلى دور ربع النهائي. نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي في هذه المباراة وحسم التأهل واستغلال أنصاف الفرص وعدم يعني الانسياق وراء يعني اللعب الفردي، وكذلك الأنانية الزائدة التي في بعض الأحيان تضع المنتخب المغربي في مواقف صعبة. كان مباراة منتخب زامبيا كانت بمثابة درس. أكيد أنا من خلال تصريح رشيد بن محمود يعني أشار إلى نقطة يعني ضياع الفرص السهلة والسانحة للتسجيل. من أصل 5 فرص محققة للتسجيل سجلنا هدف واحد رقم. والمنتخب المغربي من بين المنتخبات بالإضافة إلى نيجيريا الأكثر يعني خلقا للفرص والأكثر حتى إهدارا للفرص. المنتخب المغربي إن يعني توفرت القليل من النجاعة حتى يعني 50% من تلك الفرص تستغل، أكيد أن المنتخب المغربي سيصل وسيذهب بعيدا في هذه المسابقة، بعيدا عن القي والقلوة ما يدور حول فلك المنتخب الوطني المغربي. بالتوفيق للأسود في المباراة القادمة أمام البافانا. هذا ما لدينا في هذه الحلقة. أكيد أن الحلقة المقبلة بعد نهاية جميع المباريات مباريات دور يعني 16 سنعود إلى هذه الحلقة لمعرفة كم من مباراة أو كم من توقع صادق في هذه الحلقة. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.